الدراسات بتقول إن 95% من مشاكل العلاقات سببها إن كل واحد بيتكلم لغة حب مختلفة عن الطرف التاني. تخيل إنك بتحب حد بجد وبتعمل كل حاجة في الدنيا عشان تبسطه، لكنه برضه مش حاسس بيك. المشكلة مش فيك ولا فيه، الكارثة بقى إنكم انتوا الاتنين مش فاهمين لغة الحب الصح. عايزك تتخيل كده إن واحد صيني بيتكلم واحد عربي، هل ممكن يفهموا بعض؟ ده بقى اللي بيحصل في العلاقات من غير ما تاخد بالك. ليه بقى العلاقات بتبوظ فجأة؟ ليه في ناس بتحس انها بتدي كل حاجة في العلاقة بس برضو الطرف التاني مش حاسس؟ المشكلة مش انك بتحب، المشكلة انك بتحب بطريقتك، بس مش بالطريقة اللي الطرف التاني يفهمها. كل واحد فينا عنده لغة حب معينة، لو اللي قدامك مش بيتكلم نفس لغة الحب بتاعتك عمره ما هيحس بحبك. هقول لك بقى ايه اللي بيحصل في العلاقات بالظبط. في واحد مثلا بيعبر بالهدايا بس التاني اللغة بتاعته محتاج كلام حلو. في حد بيطلب اهتمام والتاني فاكر ان اللمسة تكفي، لكن النتيجة بتكون احباط، خناقات، بعد كده علاقة بتفشل. تعال بقى نشوف 5 لغات للحب وشوف انه واحدة فيهم هي لغتك. اول حاجة معانا الكلام الحلو، زي بحبك، فخور بيك، انت شكلك حلو النهارده. لو الشخص ما سمعش الكلام ده هيحس ان هو مش محبوب حتى لو انت بتعمل كل حاجه عشانه. تاني لغه بقى الهدايا، مش لازم تكون حاجه غاليه، ممكن ورده، شوكولاته، او حتى مفاجاه بسيطه، بس لو عمرك ما فكرت تجيب له اي حاجه هيحس انك مش مهتم بيه. وفي لغه تانية برضه، الوقت الحلو مع بعض. الشخص ده بقى مش فارق معاه لا كلام ولا هدايا، ده بس عايز يقعد معاك ويسمعك، يحس كده انك مهتم بيه حتى لو انت مشغول. لكن بقى لو انشغلت عنه هيحس انك مش مقدره خالص. ومعانا برضو لغة اللمس، اللي هي بتكون زي حضن، لمسة ايد، او حتى طبطبة على الكتف. لو الطرف التاني اللغة عنده لغة اللمس وانت ما عملتش كده هيحس انك مش مهتم بيه. وفي بقى نوع تاني اسمه لغة الخدمات. الشخص ده بيشوف لغة الحب في الافعال، انك تساعده من غير ما هو يطلب. لو انت معاه بقى ومهتم بالهدايا والكلام بس، هو هيحس انك مش مهتم بيه. وده سبب بقى انك ممكن تكون بتحب حد بجنون بس هو مش حاسس بده، لانك انت بتتكلم لغة وهو بيتكلم لغة تانية خالص. طب ايه الحل؟ لازم يكون عندك وعي باختلاف اللغات، مش بس انك تعبر عن حبك بطريقتك، كمان تعرف الطرف التاني هو بيحب ازاي وايه اللغة اللي هو بيحب بيها. لان الحب مش مجرد مشاعره بس، الحب لغة، ولو ما فهمتش لغة اللي قدامك العلاقة هتفضل فيها مشاكل وبرضه مش هتعرف ايه سبب المشكلة. خليك واعي للغة اللي قدامك عشان تعرف تحبه.